المطلقة مو ولا بغير طلقت، وهواية أسباب يجوز طلقت على مود سبب إلها، يعني ما توافقت ويا زوجها. السلام عليكم، شلونكم اخواني؟ يا رب الكل بخير. قبل الموضوع وقبل القصة خلونا اللايكات لايكات لايكات. البنية راح تروي لكم قصتها وراح تحكي لكم قصتها كاملة، بس راح نعطيكم نبذة سريعة. البنية مواليد 1991، مطلقة وعندها طفل، والشغلة الثانية كانت محتاجة إنسان يوقف فيها بالشدة. إجا الإنسان اللي يوقف فيها بالشدة، بس راح نشوف الإنسان إيش سوى من كانت محتاجة إنسان يوقف فيها بالشدة. خلونا اللايكات ونروح نسمع القصة. تريدين تستمرين وياي؟ استمري هيك. قلت له ما اقدر، قلت له ما اقعد استمر وما اعرف شي عنك، حتى ما اعرف وين بيتكم وين انت، مجرد قلت له المنطقة وبس. قلت لي زين ما اعرف، تيجي تحكي وياي بس عنك ساعة وتروح. زين اقول لك دق علي تقولي ما اقدر. زين اقول لك خلي اخابرك تقولي ما اقدر، ظروفي ما اقدر اجاوبك. ادق عليك لو تحضرني وما ادري شو اسوي، وسمعني كلام ما حلو، وانا اتحمل واقول يلا ما يخالف. يجي يوم ويحس بقيمتك ويحس بحبك. يعني ما اعرف والله، يعني وصلت لمرحلة مرات تنتحر. زين واشوف بعينه وادز له واشوفه وهاي يقول لي تأذي نفسك ما تأذي مقابلك. يعني انا قلت له باكر عقبه تريد نستمر وياك علاقه طويله، وباكر عقبه تقول لي من رخصتك اني والله هاي الليل ناسبتني راح اتزوجها. يعني انا راح اتعذب. الولد ما يحب شيء، يعني يروح يتزوج ويستقر، بس العذاب على اللي تحب. وشغلة ثانية المطلقة مو ولا بغير طلقت، وهواية أسباب يجوز طلقت على مود سبب إلها، يعني ما توافقت ويا زوجها عادي. يعني إذا طلقت ومن حقها تحب، من حق الإنسان اللي تحبه يجوز هو اللي يسعدها. بعد والله ما أدري إيش أقول لك حسون. زين يعني انتي بدي يجي كره الدنيا، بدي يجي يعني اريد بس يجي يكون اريد تطلع روحي، انا مو خلاص. يعني اول مرة يجي انا اول مرة بحياتي يجي حد هو اللي قربني عن الحب، وهو اللي خلاني احبه. ومن بداية قلت له اني على نيتي وفاصل الان، انت نيتك صافية وياي خليني، اذا نيتك مو صافية وياي من هسه خليني انت بدار وانا بداره. هو بيوم علاقتي بيه كانت أنا وطريقي مشاكل كانت بيناتنا، وهو كان يعني كان داخل بجروب، أنا تعرفت عليه بجروبات، كان داخل بجروب وما أدري شنو، دخل لي مرتين، كان وقت الويتشات قبل 5 سنين، دخل لي على الويتشات انطيت رفض قلت ما جاوبه، بعدين حكى لي وهاي جاوبته. هو صار 5 سنين من مطلقة. هو يعني عرف شنو سبب طلاقه، ورويت له المحادثة بيني وبين طليقي، وسمع الحكي اللي بيناتنا انا وطريقي، قال اريد اسمع. قلت له اوكي خل اسمع، خاف عبالك يعني صوش بيه. سمع الحكي وسمع كل شيء، يعني هواي اثباتات انطيته. زين حتى بوقتها قال اريد افهم احد، وهاي اعطيته والدتي، حكت وياه قالت له لا انت تحبها وشاريها وتقول ظروفي اني اساعدك. زين اني اساعدك. زين وحتى لو ما عندك تعال عيش، هي بغرفتها هي عيش ويانا، يعني كل مرحله وصلت وياه. ما يعني ما اعرف ايش اقول لك. يحلف بالقرآن ويحلف بالعباس ويحلف بالحسين، يقول أنا أحبك وما عندي غيرك. زين بس ما أتزوج ما أتزوج. بس اللي أعرف حسوني إذا مطلقة ليها شيء جاي يصير عليها مشكلة، جاي ياخذوها غيرنا برا. ليش؟ يعني ليش ما يقولون انظلمت؟ أنا مو أقول له صار أكو مطلقة من حالها ما يريد الاستقرار، أكو أبو وأمات. ليش يعني ما لنا حق احنا نحب؟ زين والله ليش عندك جهال، والله ليش مطلقة، والله ليش انا اريد اخذ لي وحده من بيت، يعني ايش اختلف خاي عنها، بس اريد افتهم. بعدين نفس الموت ماكو من اي رجاله مواليد 91 تتمنى نفس الموت. يعني انا ارجع واقول كله بسببه، يعني باكر اصلا ما راح يتزوج، ما راح يرتاح بحياته،
العذاب على من راح يصير، مو على اللي حبت. وأنا آسفة أعتذر منك، أخاف أخذت من وقتك أو حرجتك كل شيء. عمي ما بيها شي المطلقة، أول شي مطلقة أما طلقت على سبب أوكي، أما خلافات عائلية خلافات منزلية بين العمود كنا نعرف هذا الشي. بس أنت يا حبيبي أنت تضحك على البنية وباقي وياها بس السنوات وعلاقة حب، ويوم يخطبك البنية متانيتك يعني ما عندك غيرة، ما عندك شوارب، ما عندك خوات. يا حبيبي أنت لو تدخل بعلاقة حب وتقول أني قد المسؤولية، البنية فقيرة، البنية تقشمر بشكليتها والله العظيم. فأنت لو تقول أني يابا آخذها وقد المسؤولية، لو بالبداية تقول أني ما أقدر أتزوجك يا أختي، خلينا علاقة صداقة، علاقة على الأقل تعلقي لي شلون مال التفاعل مال فيسبوك. يا حبيبي تضحك على بنت العالم 6 سنوات، يعني شلون انتتك الغيرة، شلون صار هيك رجال يسألك أبو فلان أنت لك مو عيب ما تستحي؟ لا أغلط عليك والله ما أدري، أنا ما راح أحكم عليك ولا راح أغلط عليك ولا راح لكل شيء، بس نعطيك شغلة. المطلقة ما بيها شي، بشر حالها من حالك، جزء اختك باشر تطلق ماشي. فأنا عتبي مو عليك ولا على ابني، عتبي على الشوارب اللي مخليهن بوجهك. أنا ما راح أحكم، المتابعين راح يحكمون، هم راح يوصفونك. شباب اللي عنده قصة وحاب يدزها صوت تنزل على القناة، الانستغرام مالتي موجود جوا بالوصف، وأنا بخدمتكم.